الدهب ب 3100 دولار للأونصة. دي التوقعات اللي شغالة بقالها 48 ساعة من كبار المحللين، والمرجعية في كده إن يوم الثلاث 1 إبريل 2025 كان فعليا سعره 3100 دولار، ويوم الأربع 2 إبريل أعلن ترامب إن ده يوم التحرير، وبدأت الحرب التجارية بين أمريكا وبين كبار شركائها التجاريين على مستوى العالم: أوروبا، الصين، كندا، المكسيك. وفعلا من يوم 2 ابريل حتى يوم 22 ابريل وصلنا الى 3500. يعني الذهب وصل الى القمه التاريخيه يوم الثلاث 22 ابريل بسبب الحرب التجاريه اللي اشتعلت من يوم 2 ابريل الى يوم 22 ابريل. جينا بعد كده الكيرف بدأ ينزل، وبقى الذهب بيتحرك من تحت ال 3500 3200 3250 حسب شدة الحرب التجارية. وفي يوم الأربع 21 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية اللي فرضها ترامب، لأن قالت إن دي مش من صلاحياته. ويوم الخميس جت محكمة استئناف أمريكية أخرى وأعادت رسوم ترامب إلى الحياة مرة أخرى. طيب دلوقتي ترامب بدأ يحس واحنا في أول أسبوع من 6 إن تقريبا المعركة فيما يخص الرسوم الجمركية مش هتنتهي لصالحه، وبدأ يحذر إن إلغاء الرسوم الجمركية هيؤدي إلى انهيار الوضع الاقتصادي في أمريكا. وطبعا لو رسوم ترامب التجارية اتلغت على كل دول العالم زي ما قبل يوم 2 إبريل، فعلا الدهب هيرجع تاني ل 3100 دولار مبدئيا.